صاحبي في عايا بقع يواجه عيان، والعيا نار حمراء من لظاك سويت، وسط غابة من الظلمات والشبان. ويلك الويل يا سجاني كيف افتريت. هذه الشيلة من كلمات الشاعر نبيل مقبل أحمد الحميدي، مقدمة للأخ السجين المظلوم الأخ سند أحمد السندي، المسجون في سجن وتن مدينة ليفربول بريطانيا، وهي تعبر عما فيها. أداء أحمد حسين العزاني. يلا ادعيك تلني طريق النجاة، واجعل الخير قدامي وغنى السواي، والصلاة والسلام تخشى إمام الدعاء، وآله والصحابة ذكرهم ما نساي. الحميدي نبيل مقبل يقول الحياة ما لها أي معنى بعد ما نرأي. صاحبي في عايا بقع يواجه عيان، والعيا نار حمراء من لظاك سواي، وسط غابة من الظلمات والاشتباه. ويلك الويل يا سجان كيف افتريت. في وتن سجني ليفربول ظلم الطغاة، طال ليله على المظلوم والآل والبيت. خلف الأسوار والقضبان قلبي معاه، في حنايا ضلوع الصدر تحتوي. الصديق الوفي معروف جده وباه، صاحبي خير ما اخترت السند واصطفاي. يا سند شد حيلك وانتبه للصلاة، وادعي ربك وهو بيسمعك لا داعي. والجميع يا سند خلفك بكل اتجاه، لي معانا في الغربة ومن ما لقاي. والذي في اليمن يا ليت عينك تراه، شوقهم يا سند إنك عليهم بدايت. وعدك وعدي يا ناس للرجال العباد، دامنا حي والله في وتن ما بقاي. يا سند شد حيلك وانتبه للصلاة، وادعي ربك وهو بيسمعك لا داعي. والجميع يا سند خلفك بكل اتجاه، لي معانا في الغربة ومن ما لقاي. في وتن سجني ليفربول ظلم الطغاة، طال ليله على المظلوم والأهل والبيت. صاحبي في عايا بقع يواجه عيان، والعيا نار حمراء من لظاك سواي. أوعدك وعدي يا ناس للرجال العباد، دامنا حي والله